السلام عليكم. الناس كلها دلوقتي بتسأل إزاي نكسب في ظل غلا العلف وارتفاع التكلفة، والحقيقة مفيش طريق للمكسب غير إننا نوفر ونشتغل بإدارة صح. وعشان كده في الدورة دي كان هدفنا نقلل استهلاك العلف ونحافظ في نفس الوقت على وزن كويس للطائر. النهاردة هنتكلم عن نتيجة مميزة جدا اتحققت في آخر دورة تربية. اشتغلنا على 120 طائر ووصلنا بفضل الله لمتوسط وزن نهائي 2.6 كيلو للطائر. بس المفاجأة مش هنا، المفاجأة في التوفير الكبير اللي حصل في العلف. قدرنا نوفر حوالي 770 جرام علف لكل كتكوت في الدورة، وده معناه إننا وفرنا حوالي 17 جنيه في الطائر الواحد. يعني إجمالي التوفير في المية وعشرين طائر طلع أكتر من 2000 جنيه، وده رقم ممتاز جدا لما نحسبه على دورة واحدة بس. كمان حققنا معدل تحويل غذائي 1.2، وده رقم قوي جدا في تربية الدواجن. وطبعا للي مش عارف يعني ايه معدل التحويل الغذائي، ببساطة هو الكمية اللي الطائر بياكلها عشان يزيد كيلو وزن. كل ما الرقم ده يقل، كل ما الأداء يعلى والتكلفة تقل والربحية تزيد. النتائج دي حصلت لما اشتغلنا ببرنامج الأورجانيك، عيلة البايو فاكتور، مع الرعاية الصح والتغذية المظبوطة. وده ساعد على رفع المناعة وتحسين الهضم بشكل طبيعي وآمن. يعني باختصار، وزن أعلى، علف أقل، معدل تحويل قوي، فالنتيجة معانا ربحية أعلى وأداء ممتاز. وده أكبر دليل إن النجاح في التربية مش بالحظ، النجاح بالإدارة الصح والعلم.